مساء الفل والهنا على كل حبايبنا وعلى كل اللي بيشوفونا. والنهارده لسه مكملين في خلينا نتخلص من كل حاجه وحشه وخلينا نقلل. لسه هنفضل طول الاسبوع نقلل كده لحد لما نوصل لكل حاجه حلوه. امبارح احنا بدأنا نقلل في السمنه وفي الزيت وفي السجاير وفي الكراكيب اللي في البيت وفي الادراج وفي الهدوم وفي كل الحاجات دي. النهارده قعدت افكر كده، قلت يا بنتي يا غاليه، مش لما كانت الحاجه قليله كانت الحياه ليها طعم، كانت الحياه احلى وليها طعم كده، وكانت كل حاجه قليله بتديكي حاجه حلوه. النهارده كل حبايبنا اللي هيكلمونا هناخد وندي ازاي كانت الحياه، لا يعني حياتنا لما كان كل حاجه فيها حاجه قليله كده كانت حلوه. كانت حلوه ازاي؟ هنشوف. ومع بقى لما حد يخش بقى كده زي اللي سالت امبارح، قالوا لي يا غاليه انت عمال تقولي قللي قللي قللي. طب اقلل ازاي وانا معايا كبشه عيال عاوزين يتعلموا، عاوزين ياكلوا، عاوزين يشربوا؟ هنتكلم في ده واحنا بنعمل اكلنا النهارده. نهاركم نادي. النهارده هنعمل اكله خفيفه كده حلوه. هنعمل فراخ مشويه بطريقه سهله وبسيطه خالص. هنجيب فرخه حلوه كده، يعني ما تزيدش عن كيلو ونص عشان ما تبقاش كبيره قوي وتستوي في الفرن، يعني كده تبقى اخرها كيلو ونص عشان تستوي في الفرن. ادي فرخه، ومعانا طماطميه كده حلوه مبشوره، ومعانا بصل مبشور وزبادي وخل وملح وفلفل وبصل بودر وثوم بودر وشويه بهارات. الخل والزبادي عشان ينعموا الفرخه ويخلوها تستوي بسرعه. الخل مع الزبادي هيخلوا النسيره بتاعه الفرخه تستوي بسرعه وتبقى طعمها احسن، ما تاخدش سوا في الفرن. ده وظيفه الخل مع الزبادي. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنخلط كل ده كده على قلب بعضه. ادي الخل وشويه ملح والطماطم. مش هنحط طماطم كتير، يعني بشور واحده محنجله كده، لا هي كبيره ولا صغيره، يعني تعمل كده بتاع معلقتين كفايه. ادي واحده وادي التانيه. ادي بقى التقليل هنا، حتى التقليل. والبصل برضو مش هناخد كتير، برضو معلقتين اهو، كفايه قوي كده معلقتين. ودي علبه زبادي. ونحط كل التوابل. ادي الفلفل الاسود، وادي بصل بودر وتوم بودر، كل ده هتلاقوه عند العطار. وادي شويه البهارات. ونروح ماسكينهم بقى خدمينهم خدمه حلوه اهو كده. لازم نضربهم في بعض ضربه حلوه قوي اهو، يتطحنوا كده جوه بعضهم تقليبه جامده. ست ام ايوب. نعم. اهلا اهلا ست غاليه. اهلا وسهلا بحبايبنا باهل المغرب. اهلا، الله يبارك فيك. الحمد لله. كيفك ست غاليه؟ ما شاء الله منوره التلفازه. ربنا يخليكي ويبارك لنا في عمرك. منوره التلفازه. الحمد لله، ما شاء الله عليكي، ما شاء الله. شفتي وانا عماله اقول نقلل بقى من الاكل ونقلل من السجاير ونقلل من الحاجات اللي ملهاش لازمه. عندك حق. ايه رأي حضرتك بقى ان احنا لما كنا زمان الحياه كنا بنقلل كل حاجه، كانت الحياه ليها طعم كده. زمان الحمد لله، والان الحمد لله. عارفه زمان ما كانش عندنا عربيات ولا ثلاجات ولا الحاجات دي كلها، كانت العيشه مرتاحه واحسن من كده بكتير. المهم كل حاجه وقتها. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تستاهلي الحمد، تستاهلي الحمد. لا اختك لما تيجي تعملي فراخ زي دي لازم تفتحيها من الظهر كده عشان خاطر تستوي وتبقى كويسه، تتفتح من الظهر زي ما انت شايفه كده. تشرب توابل كثيره الحمد لله. ما رقت يا اختي، ترقب. لا اتفضلي اتفضلي. ما شاء الله عليك. تسلمي. ما شاء الله عليك ست غاليه، ما شاء الله. تسلمي وتعيشي يا ست كل شغلك طيب، كل شغلك زوين. تسلمي. ده انتوا اللي ناس طيبين وحبايبنا اهل المغرب، يعني اهل الكرم. الله يبارك فيك، الله يطول عمرك. كل العرب اهل الكرم حبيبتي. يعني انت اول واحده اتكلمتي وجبتي كده في كعبك نور المغرب كله.
الحمد لله، الله يطول عمرك. الله يخليك، من ذوقك ست غاليه، من ذوقك حبيبي. ربنا يا حبيبتي ينورها عليكوا دنيا واخره. امين. شكرا لنفسك، شكرا لدعائك دايما، شكرا حبيبتي. تسلمي لي يا ست الكل، تحياتي ليكي ولكل اهل المغرب. مع الف سلام. هنرجع للفرخه بالتتبيله دي. لو قدرتوا تقعدوها فيها ساعه ساعتين في قلب التلاجة خير، هتشرب من التتبيله وتبقى زي الفل، وتخش الفرن تستوي تبقى تطلع زي المانجا. عشان الفرخه تستوي بالطريقه دي وتتشوي وتطلع حلوه، الفرخه ما تبقاش ازيد من 1.5 كيلو. كل ما تبقى وراور ما تاخدش سوا اكتر. الفرخه الوروره تبقى ايه حلوه، لكن العتاقي لو جبتيها عتقيه ولا امهات ولا الكلام ده كله، نسرتها هتبقى ناشفه وعمرها ابدا ما هتستوي كده. فتبقى وراور احسن. الفراخ الوراور حلوه، ولو اقل من كده كمان بتبقى فل. وتتفتح من الظهر، تتفتح من الظهر وتحط لها بقى كل التوابل دي. واللي مربيه بقى طيور على سطحها ولا مربيه فراخ بلدي، يا هناها يا سعدها لما تاكل الفراخ دي مشويه. الفراخ البلد اللي هي مربياها بقى ومغيره لها المرعى واكله كل الحاجات الحلوه البيت الجميله، يبقى تطلع فراخ زي الفل. يعني احنا الفراخ دي بنلاقيها بعد 45 يوم بقت فرخه، لكن الفراخ التانيه بتقعد بقى شهر شهرين كده تربي فيها وتاكليها كده الاكل الحلو، تاكلي حته فرخه زي السكر. فالفرخه هتبقى بالشكل ده. هندخلها الفرن. فرنكم زي بتاعي، ما تولعوش نار عاليه خالص. لو فرن زي اللي ورايا ده، نار واطيه خالص من الجناب ومن تحت زي الشمع، زي ما نكون هنشرب رز، عشان ما تتشعفش تحمر ويبقى قلبها ني. لو فرن من ابو عداد ما تولعوش من فوق، خلوا من تحت الاول لحد لما تبقى 3/4 سوا، وبعد كده تولعوا من فوق تاخد الوش بتاعها وتتشوي. تمام. فرن بوتاجاز خليه في الوسط، لا هو عالي ولا هو واطي، بس عشان خاطر اللي ايه ما يبقاش فيها ايه نيه. اهو اللي مربيه بقى في البيت، اما تيجي بقى ناس كتير قوي تقول لك طب انا هربي في البيت يا غاليه، ولسه بقى همسك الفرخه وافضل ادي وانضف واعمل واريش واعمل. ده انت على طول تمسكي كده الذبح الحلال وشويه ميه على البوتاجاز يا دوبك تنمل ما تغليش، تسقطي الفرخه تطلعيها تروحي ماسكاها مريشاها كده تبقى في ايدك قشطه في 3 دقايق. يا رب بس يدوم علينا نعرف نربي على السطوح. هناخدها ونحطها في الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه بصوا النار لو فرن زي بتاعي شمعه واطي خالص، الجناب واطيه خالص ومن تحت واطي خالص. هتاخد معاكم وقت شويه بس هتطلع حلوه. وممكن كمان تغطوها بورق ألمونيا لحد لما تستوي، وبعد كده تشيل ورق الألمونيا وتبتدي تاخد وش. ده او ده معاكم. اللي مش هيعرف يتحكم في درجه الحراره بتاعه الفران، غطي وشها بورقه ألمونيا، قفليها وسيبها في الفرن. هتبقى عامله زي الفراخ الروستو كده، تستوي كده تتدمس، تبقى ليها طعم وريق زي الفل، وتتشوي وتطلع فله. بس ادي كل الموضوع بتاع الفراخ المشويه، سهله وبسيطه وما فيهاش اي مشكله. ما ينفعش نشويها على النار على طول، على صفيحه ولا على شوايه ولا على جريل، لازم تخش فرن، لان النار بتاع البوتاجاز مهما كانت عاليه ومش هتديكي درجه الشوى زي الفران. لازم بتخش فرن، سواء فرن بوتاجاز او اي فرن. ممكن على البوتاجاز تديها وش، لو عندك جريلا كده من الجريلات اللي انا دلوقتي هعمل عليها الخضار ده، تديها اللون اللي هو بيبقى عامل زي المشوي. وبرده لازم تدخليها فرن تكمل سوا عشان ما تجيش تكسري عضمايه تلاقيها نيه او حاجه. ده لازم. ست نسمه. الو. اهلا يا ست نسمه. ازيك يا ست غاليه، عامله ايه؟ والنبي صوتك زي النسمه. تسلمي. اتفضلي اتفضلي يا ست نسمه. النبي يا ست غاليه اتفضلي. احنا عايزين منك وصفه الاطفال اللي يعني كده يعني انت كلمي العيل ده الوصفه. عنده 5 سنين دلوقتي، بيتكلم الحمد لله، بس مش زي الاطفال اللي في سنه وكده.
لا دي انا ما اقدرش افيدك فيها، دي تروحي للدكتور وهو اللي يقدر يفيدك فيها، لكن انا بالنسبه لي انت لغي العيل طول ما هو قدامك، علميه وفهميه وعلى وعسى ربنا يكرمك فيه ان شاء الله ويبقى زي الفل. اصل احنا سمعنا بيقولوا لسان اكليه لسان اكليه. لا 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 سيبك من الكلام ده كله، ربنا خلق الطب والدواء والحاجات دي بيلزمها ناس تفهمها ودكاتره محترمه تدلك، ده عيل صغير مش حكايه اكليه، هو اكليه لسان هينطق ما كانش يخت حد غالب. وربنا يكتب له الشفاء يا رب، ربنا يكتب له الشفاء، ربنا يكتب له الشفاء مع الف سلام. هنعمل اكله حلوه قوي دلوقتي برضو، سهله وبسيطه قوي هتمشي مع الفراخ. هنعمل برغل. البرغل ده يا غاليه، البرغل اللي هو ده انا ما رضيتش ابله غير لما تشوفوه، اللي هو كسر القمح اهو اهو، بيبقى بيبقى كده كسر القمح، ده البرغل. هنعمل البرغل ده على البخار وهنعمل جنبه خضار مشوي. البرغل مش ما يتبلش، البرغل الناعم ده ما يتبلش غير لما تكونوا هتحطوه على البخار على طول، عشان ده لو اللي هيتعمل هيبقى عامل زي الكسكسي، لو اتغسل قبلها او اتنقع هيلت، فنغسله ونروح حاطينه على طول على الميه وهي بتغلي في قلب بتاعه الكسكسي او في قلب حله صغيره زي انا ما هعمل دلوقتي، هيطلع معاكم ان شاء الله زي الفل. بس كده هيبقى مقاديرنا ايه بقى؟ طيب حاضر، ناخد فاصل ونرجع نعمل البرغل.